التونسيون يقبلون بكثافة على مراكز الاقتراع في أجواء من ممارسة الديمقراطية والحس المدني تجسيما لإرادة الشعب في اختيار ممثليه بكل حرية. فئة الشباب البالغة 18 عاما تشارك للمرة الأولى في عمليات التصويت بعد قرار التخفيض في السن الانتخابية. الملاحظون العرب والأجانب يعربون عن إعجابهم بالظروف الطيبة لسير الاقتراع وباحترام شروط العملية الانتخابية. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى نشرة 8 للأنباء. عاشت تونس اليوم حدثا سياسيا وطنيا بارزا هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية 9 و2000، وقد تواصلت عملية الاقتراع من الساعة 8 من صباح اليوم إلى 6 مساء في أجواء تميزت بروح المواطنة والحس المدني والممارسة الديمقراطية، وقد بلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع إلى حدود الساعة 4 من عشية اليوم 84.15%. أدى الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلى بن علي صباح اليوم الواجب الانتخابي. وقد قام رئيس الدولة لدى حلوله بمكتب الاقتراع عدد 1 بقرطاج بعملية التصويت بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما قامت السيدة ليلى بن علي من جهتها بعملية التصويت في هذه الانتخابات.